السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم جهاد من مطبخ دوتي. هنعمل بقى مع بعض كده وصفة حلوة قوي. هنعمل بسيسة او هريسة الذرة. روايح الشتا بقى والدفا كده والريحة الحلوة في البيت ما شاء الله بتطلع جميلة معاكي بجد. هنعملها كده بطعم البرتقال وبطريقة كده سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم. بصوا حاطين فيها برتقال بس طالعة فاتحة وهشة معانا ازاي ما شاء الله. يعني بتطلع عالية معاكي جدا ومظبوطة. هنعملها كده بطريقة سهلة. ندخل على المقادير. معايا هنا 3 بيضات هحطهم كده في البولة معايا، وهحط كده كوباية وربع من السكر معايا. طبعا السكر بيبقى حسب الرغبة، يعني عايزين نزود ربع كمان، نشيل الربع خالص على حسب رغبتنا يعني. بس هو كوباية وربع بتبقى مظبوطة قوي معاكي يعني. وحطيت كده ظرفين من الفانيليا معايا، ومعايا بقى باكو كده من الفانيليا اللي هي بطعم البرتقال هحطه كله. دي هتديكي طعم قوي قوي للبسيسة معانا. طعم البرتقال هيبقى فيها قوي، وفي نفس الوقت مش هتغمقها ولا هتنشفها معاكي ولا اي حاجة. بتديكي طعم حلو وريحة حلوة، بس من غير ما تحطي بقى برتقال ولا اي حاجة. يعني هي طعمها بيبقى قوي قوي ما شاء الله. عايزة تزودي الطعم تحطي، ممكن تزودي تحطي ظرفين منها. بس هو باكو كان طعم مخليها طعمها مظبوطة معايا وحلوة قوي. بالمضرب بقى كده، وضربت البيض مع الفانيليا مع السكر الاول. ومعايا كده كوبايه الا ربع من الزبده على زيت. انا بحط الربع بس زيت وبكمل الباقي زبده. هضربهم طبعا عادي ان احنا نضربهم في الخلاط كلهم على بعض، يعني مش لازم نعمل كل الخطوات دي. ممكن احطهم كلهم في الخلاط كده مره واحده ونضربهم، يعني مش لازم نعمل كل الخطوات اللي انا بعملها. نحط بس نفس المقادير كده بالظبط في الخلاط ونضربهم. انا كده حطيت معايا كوبايه من اللبن. اهم حاجة بس نمشي على المقدار بالظبط عشان تطلع معانا مظبوطة. يعني ولا نقلل حاجة ولا نزود حاجة. الحاجة اللي ممكن نقللها بس هي السكر، عشان هو بيبقى حسب رغبتنا احنا. انما نمشي على المقدار ده بالظبط وهتطلع معانا مظبوطة جدا والله وناجحة. يعني انت حتى لو اول مرة تعملي كيكة وعملتي بنفس المقدار ده وبالطريقة دي هتطلع معاكي مظبوطة. بعد ما ضربت بقى كله كده معايا، حطيت معلقة في الاخر خالص. حطيت معايا معلقة من الخل. معايا بقى هنا كيلو كوباية ونص من الدقيق الابيض. نخلاهم كويس. هحط عليهم كوباية من الدقيق الذرة الاصفر. برضك نخلها كويس. يعني كوباية ونص من الدقيق الابيض قصادها كوباية من الدقيق اللي هو الذرة الاصفر. ونزلت كده بظرف من البيكنج باودر، يعني بمقام كده معلقة كبيرة. وهقلبهم بقى كده كويس. يعني هفضل اضرب فيهم لغاية ما يبقى كده معايا كريمي. مش هتاخد معانا ياما، هي دقيقة ولا حاجة. هنقعد نضرب كده لغاية الدقيق معانا ما يختفى بالشكل ده كده. معايا بقى صينية محضراها كده، دهناها دهنة كويسة من الزبدة بالشكل ده. زبدة او سمنة، مش لازم نحط فيها دقيق خالص. هي كده كده مش هتلزق معانا. لو حطينا سمنة او زبدة في الارضية بتاعتها هتتقلب معانا في طبق التقديم بكل سهولة، يعني مش هتلزق معاكم متقلقوش. هحطها بقى هضربها كده ضربتين. في الوقت ده انا مشغله الفرن معايا، مدخلها على فرن سخن. هتقعد معايا في الفرن 25 دقيقة، يعني على حسب بردك الفرن بتاعنا. ممكن تقعد معاكي 25 دقيقة، ممكن تقعد معاكي 30 دقيقة على حسب الفرن بتاعكم. بصوا بعد ما طلعت ما شاء الله عالية ازاي وشكلها حلو ازاي ما شاء الله، طالعة جميلة جدا. والريحة مش قادرة اقول لكم، كانت قلبة البيت حرفيا. بصوا العلو بتاعها ما شاء الله، ولا طالعة مغمقة ولا اي حاجة. بصوا فاتحة وعالية ومساماتها مقفولة. يعني بجد كيكة تحفة. امشوا على نفس المقدار ده وهتطلع ناجحة معاكم والله. بصوا هتطلع ناجحة معاكي من اول مرة. يعني حتى لو اول مرة نعمل كيكة اصلا هتطلع ناجحة معاكي من اول مرة. جنب كوباية بقى قهوة، جنب كوباية شاي كده تعمليها وتحطيها. تحطي منها للأطفال في اللانش بوكس. بتبقى جميلة جدا ومغذية قوي للأطفال يعني بجد. جربوها بنفس الطريقة وإن شاء الله تعجبكم. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلاص. ويا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف عليكم. لو الفيديو عجبكم متنسونيش بقى في اللايك، عشان اللايك بيبقى مهم جدا للفيديو، بيرفع الفيديو. وكومنت حلو وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.